المستهل بما تتسارع فيه الأحداث وتحقيقات الفيفا إن صح القول بهذا المنطق. وتقييم الفيفا سيء جدا لجاهزية المغرب في احتضانه لكأس العالم 2030. هذا الملف المشترك سنة 2030 مناصفة مع البرتغال وكذا إسبانيا. أعطيني بعلام أول الصور في تقييم الفيفا لحالة البناء التحتية والملاعب المهترئة على الواقع وكذا على الورق. هذه عبارة عن نقاط وتقييم للفيفا في جاهزية المغرب لهذه المسابقة العالمية. وجب قبل أن نتحدث عن صلب الموضوع أن نذكر المشاهدين الكرام أن المغرب له تاريخ حافل في الفشل في احتضان هذه المسابقة العالمية. قدم سنة 98 2006 و2010 و2026 قدم طلبات أو ملف الاحتضان كلها باءت بالفشل. 34 سنة لا يتوفر فيها على ملاعب بمعايير عالمية. معك وليد، أنت لديك معلومات وأيضا على دراية بهذا الموضوع. تقييم الفيفا أصدق من كل قيل وقال وأصدق من كل معلومة. كيف قيمت الفيفا حتى نضع المشاهد الكريم جاهزية المغرب في احتضان جزء فقط من المونديال وليس كله؟ على كل حال تنظيم المغرب الأقصى لبعض مباريات مونديال 2030 وبحد ذاته فضيحة. لماذا فضيحة؟ كل الدلائل أثبتت وموجودة. تقييم الفيفا الأخير ما هو إلا دلالة على أن هذا النظام المغربي استعمل أساليب غير رياضية امتدت لأساليب سياسية من أجل البقاء، واستعمل رهان كرة القدم من أجل إعطاء جرعة لشعبه. هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره الذي يعلم أن نظامه مارق وفاسد. أعطيني حسنة واحدة على هذا النظام، نظام المخزن. نظام المخزن قبل أن نتكلم على التقييم، نظام المخزن دائما مرتبط بالفساد، هو مثال سيء للأنظمة. هو نظام يرتبط دائما بالمخدرات، ببيغاسوس، بالعمالة، إسكوبار الصحراء. هذا النظام الذي أفلس فكريا وماديا ومعنويا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، حتى أنه اطفت في المدة الأخيرة محاولات بائسة ويائسة من أجل الاستيلاء على الإرث والتراث والموروث الجزائري ثقافيا. هو لم يجد سبيلا إلا الرياضة من أجل أن ينقذ نفسه من هذه المشاكل العويصة التي يعاني منها مؤخرا. خير دليل هي القروض التي أصبح يستدينها من البنك الدولي والبنك الإفريقي وغيرها من البنوك. على كل، التقييم لم يفاجئني، التقييم هو أمر واقع. لكن الغريب أنه في تقييم الفيفا ما نقدرش نقول لك الفيفا متواطئة بطريقة أو ما. لست هنا لإلقاء التهم على هيئة كروية دولية كبيرة، لكن التقييم مثير للريبة. نعم، مثير للجدل. لأنه لو نلاحظ المذكرة التي أصدرتها الفيفا عبر موقعها الرسمي، شاهدنا أن التقييمات كلها ضعيفة على مستوى البريد، على مستوى النقل والمواصلات والفندقة والبنى التحتية وساحات الترفيه ومواقع المشجعين. بهذا التقييم فيه مجاملة قصدك من الفيفا؟ بطبيعة الحال فيه مجاملة كبيرة لإقحام المغرب الأقصى مع إسبانيا والبرتغال. حدث هذا بفعل فاعل. هذا الأمر ليس اعتباطيا بل سياسي محض. شفنا أن إسبانيا والبرتغال أنقذا ماء الوجه
في تنظيم مونديال 2030. يعطينا بعلام الصور. نعم، شفنا تقييمات عالية لإسبانيا، للملاعب الإسبانية، وأيضا الملاعب في البرتغال، وأيضا على مستوى النقل والمواصلات والإقامة وغير ذلك. لكن المغرب بحد ذاته كان تقييمه ضعيفا في جميع المدن، خاصة مدينة نعم خاصة مدينة طنجة. شفنا أنه صورت لنا أو للجمهور العالمي، لأن الفيفا هيئة دولية كبيرة، الكل يلج إلى موقع الفيفا. شفنا ملاعب ليست موجودة على أمر الواقع، وهذه الصور توضح ذلك. نعم، ملاعب عبارة عن فوتوشوب وأقلام تلوين وضعت في حبر على ورق. نعم، حبر على ورق، وضعت في الموقع الرسمي حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا. لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة، وهناك منشآت غير موجودة أصلا على الأرض الواقع، مثل ملعب الحسن الثاني. ملعب الحسن الثاني غير مجسد تماما، هو عبارة عن مجسم فقط تم وضعه في موقع الفيفا من أجل تصوير للناس أن المغرب جاهز أو في أتم الجاهزية لاحتضان عرس كروي مثل المونديال. والأدهى والأمر والد أن هذا الملعب في السعة الاستيعابية للجماهير 150,000 مشجع. نعم، شيء عجيب، هو يتجاوز ماراكانا، حتى ماراكانا في البرازيل. نعم. على كل حال